المهم يا إخواننا جهل فاضح ارتكبته الصوفية والشيعة والله المستعان. نعم فما أسرعهم إلى البدع وما أبعدهم عن العمل بالسنن. نعم أسود على أهل السنة وهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يحبون في الله ولا يبغضون في الله. أن هذه الموالد والاحتفالات من الشيطان لأنه يريد أن يزحزحنا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البدع التي تقر بها أعين الشياطين. فالحاصل أن هذه بدعة منكرة دع عنك ما يحصل فيها من دعاء غير الله، دع عنك ما يحصل فيها من اختلاط رجال ونساء، دع عنك ما يحصل فيها من مخالفات شرعية